كان في استاذ اسمه احمد منصور كان كاتب كلام جميل جدا يعني. فاسمعوه يا جماعه، لان الكلام ده انتوا هتحسوا بيه في كل لحظه، هتحسوا ان الكلام ده كانوا بينطبق علينا يعني. اهلا بكم احبائي في اسوا عصر في القرن اللي هو القرن ال21. فصاحب الشرف والعقيده اصبح جليس الدار، واللئيم والكذاب والخائن والمراهق العجوز هم أفضل الناس. وشاب في العشرين يتمنى الموت، وطفلة تبكي من هجر الأبوين. وصاحب الغيرة والمتدين مش بيغير من واحد عشان أحسن منه، لا، بيغير على أهل بيته، بيغير من المناظر الوحشة يعني. أصبح معقدا، وأصبح الانحلال الثقافي والمهرجانات شيء مشرف اجتماعيا، حيث أصبح ممارسة قلة الأدب مجاني وبأسهل الطرق، في حين أصبح الزواج باهظ الثمن ومشروع خاسر لا يرغبه أحد، حيث التطور والحداثة يعني أن تنزع وتتعرى. وإن كنت لا تشرب الكحول والسجائر والجلوس في الكافيهات وأغناء المهرجانات فأنت خارج إيه؟ الموضة. أنت موضة قديمة، أنت فردة قديمة، أنت من زمان يا عم. إيه اللي جايبك عندنا دلوقتي؟ حيث الرجل يخون زوجته فنقول له أنت مقطع السمكة وديلها. يا ولا يا خاين، يا ولا يا خاين يا مقطع السمكة وديلها. والزوج الوفي عبيط، حيث أصبحت الحمامات أماكن للتصوير. شفتوا الدناءة وصلت ليه يا جماعة؟ شفتوا القذارة وصلت؟ بقت الناس بتتصور في الحمامات، مش بتتصور في أماكن لطيفة. هي اسمع الله يخليك. حيث سرعة استجابة طلبات الدليفري اسرع من استجابه سياره الاسعاف. يعني انت حضرتك لو بتطلب بيتزا هتلاقيها جات لك في ثواني، لو انت بتفرفر وعايز تفرفر وبعد كده تجيلك سياره الاسعاف. حاجه والله العظيم، وحقيقي ده بيحصل يا جماعه، حقيقي والله. ايه الكلام يعني؟ مش عارف، الواحد يهرش. ومن يتحدث عنك بالحقيقه والصادق معك اصبح لئيم وبيبص لي في النعمه. اما الخائن وغير الصادق الصدوق. والله دي حقيقه يا جماعه. لما بتروح لواحد تقول له، يكون صاحبك يعني، تيجي تقول له عيوبك يا ابني كذا وكذا وكذا وكذا، ايه ده؟ هو بيكلمني ليك؟ هو بيقول لي، هو بيبص لي، هو بيحسدني على النعمه اللي انا فيها؟ لا يا عم والله، ما هو الصديق لصديقه لازم يقول له الحقيقه. واصبح الحسود والمنافق الذي يجاملك كذبا هو الودود والصادق، حيث أصبح المال أهم من العائلة، حتى لو هذا المال قادم بطريقة غير شرعية. أهم من أي حاجة يا جماعة. إيه معلش، ثواني الأذان بيأذن. وفعلا يا جماعة تعالوا اتفرجوا المال بيجي ازاي دلوقتي. بيجي بأسهل الطرق. واحدة تعري نفسيها، مش تعري نفسك يا بنتي يعني انت عريانه خالص، لا، يعني حاطه ميك اب وطالعه وبتكلمي ده وبتكلمي ده وبتحاولي يبقى في استغلال، او الرقص او الغنى اللي هو المهرجانات والحاجات دي، او بيع المخدرات، او الفلوس دلوقتي اهم من اي حد. فعلا في بقى كده في المجتمع، ربنا يسترها. المهم يا جماعه، حيث رؤيه الظالم للمجتمع امر طبيعي، والشريف ينظر له كحاله نادره. واحنا يا جماعه ده حقيقي والله، رساله يعني، اعذروني يعني، الواحد مريض يعني، رساله لكل واحد يعني. اذا ما خدناش بالنا يا جماعه هنوصل للكمال في الفساد الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والديني، فلازم نخلي بالنا. شكرا.